في رقمين من بيانات دايرة الأراضي بيقولوا حاجة مهمة عن سوق دبي. أول رقم في 2025 تم تسجيل 1,380,000 عقد إيجار في دبي عن طريق إيجاري، زيادة 6% عن 2024 و17% زيادة في القيمة، توتال 126 مليار درهم و400 مليون، ده حسب بيان رسمي صدر في 23 فبراير. تاني رقم وده اللي بيغير الصورة بالكامل، من إجمالي العقود اللي اتسجلت العقود الجديدة 513 ألف عقد، زيادة 10% عن 2024. العقود المجددة 514 ألف عقد وده زيادة 3%. ليه ده مهم؟ سوق إيجارات غير مستقر بيدي لك معدل تجديد 20-25%. ناس بتيجي تشتغل كام سنة وتمشي، يعني السكان مش مستقرين. السوق السكان الحقيقي بيدي لك معدلات 50% وأكتر، معدلات تجديد أقصد. ناس مستقرة عايزة تستمر وبتخطط لسنين. دبي بتوريك الاتنين في نفس الوقت، تجديد بنسبة تعدي 50% بيقولك إن السكان الحاليين مستقرين، ونمو 10% في العقود الجديدة بيقولك إن في طلب جديد بيدخل السوق. ده سوق في قاعدة طلب متجددة وفي نفس الوقت في قاعدة سكان ثابتة، واللي هم بمرور الوقت بيتحولوا تدريجيا لمشتريين، ودول هم قاعدة الطلب الحقيقية اللي بتدعم السوق في وقت الأزمات. اللي لازم تعرفوا إن الأسواق اللي عندها قاعدة طلب هيكلية بتكون أقوى بكتير في الدورات الصعبة من الأسواق اللي بتعتمد على مضاربة قصيرة الأمد.